سلام حبيباتي، مرحبا بكم في وصفات من القلب مع بشرى. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، حلوة زمان بالخبز اليابس اللي كنا نديروها وكانت العائلات الجزائرية بكل يديروها. اليوم جبتها لكم على طريقة الوالدة، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. جربوها بالطريقة هذه حتعجبكم بزاف. الوصفة تاع اليوم حبيباتي راهي سهلة خلاص وبنينة بزاف، حاولوا تتبعوها بالطريقة هذه بإذن الله حتعجبكم. هنا أول حاجة عندي أنا شرائح تاع خبز قديم، حكمته وقطعته كما تشوفوا معايا لدوائر. من الأفضل يكون الخبز تاعكم يابس، كيما أنا الخبز تاعي حكمته خليته لمدة 3 أيام باه يبس لي مليح. نتوما ولا حابين تسرعوا العملية تقدروا تحطوه في الكوشة عندكم من 5 حتى 15 دقيقة. خليوا الخبز تاعكم حتى يبس، من الافضل الخبز تاعكم ما تحمروش. الخطوه هذه علاه راهي مهمه، تخلي الخبز تاعكم من بعد يجي مقرمش، ما يجيش خلاص طري. انا ما نكذبش عليكم، انا ما نحبش الوصفه التقليديه اللي يكون فيها الخبز يجيني هلامي، يجي هكا ما يعجبنيش بزاف. انا عجبني بالطريقه هذه، يجي اقرب للزلابيه. جربوه بالطريقه هذه باذن الله حيعجبكم. وبعد ما يبس الخبز تاعي مليح نروحو دوك. هنا عندنا طريقتين، اما تحبوا اول طريقه انكم تمرغوا الخبز تاعكم في بياض عفوا في بيضه. كما البيضه تاعي هنا انا خففتها بشويه حليب، تمرغوا فيها الخبز، مرغوا فيها الكميه بكل اللي حابين ديروها، وروحوا دوك باه نقليو الخبز تاعنا. الطريقه هنا راهي سهله خلاص. النار تاعكم بك هنا لازم تكون متوسطه ولا اقل من متوسطه، باه الخبز تاعكم يحمر لكم من برا ومن الداخل، خاصة كما يكون البيض، لأنه البيض قادر بسبته يحمر الخبز من برا ومن الداخل يقعد طري. هكا حاولوا النار تاعكم تكون أقل من متوسطة من الأفضل، وكملوا قليوا الخبز تاعكم بالشكل عادي. اما طريقه تانية الحق اللي انا نفضلها واللي تستعملها الوالده، هي طريقه سهله خلاص. الخبز تاعي نحكم نقليه بلا اي اضافات، ما نضيف له لا بيض لا حتى حاجه. الخبز بعد ما يبسوا كما تحبوا تيبسوه كما قلت لكم في الكوشه، ولا حتى تخليوه يبس بشكل طبيعي، احكموا اقليوه بهذه الطريقه، ما يجيش فيه خلاص ذوق البيض ويجي عنده واحد القرمشه رائعه. جربوه بالطريقة هذه، راهي طريقة رائعة بزاف. أنا هذه هي الطريقة اللي نتبعها في منزلي، وهذه هي الطريقة اللي كانت تديرها الوالدة. راهي طريقة روعة، حتى بالبيض حيجي بنين، بصح في البيض تلقاوه أقل قرمشة، بصح بدون بيض بدون أي إضافات تلقاوه مقرمش بزاف، يجي بنين بنين بنين، خاصة من بعد ما نعسلوه. كما تشوفوا معايا حبيباتي راهي طريقة سهلة خلاص، وهذه هي الكمية اللي درتها. الحبة الأولى هنا اللي هزيتها معاكم، حبيت بك هنا نشرح لكم الملمس تاعها. هنا الحبة راهي تلقاوها يابسة، بصح تلقاوها أقل قرمشة من الحبة الثانية اللي درناها بدون أي إضافات. أنا نفضل الطريقة هذه حتى كيما نستعمل البيض، خير من الطريقة اللي نستعملوا فيها الخبز كيما يكون طري. أنا الطريقة هذيك ما نحبهاش بزاف، لأنه الداخل تاعو يكون طري بزاف ويكون مبلل بزاف. الطريقة هذه حتى كما استعملتوا البيض تلقاو الحبة تاعكم تبقى مقرمشة. أما الطريقة الثانية اللي درتها معاكم اللي بلا أي إضافات، تجي الحبة بنينة بزاف وتجي القرمشة روعة، حتى امتصاص تاع العسل يجي من بعد روعة. جربوها بالطريقة هذه بدون إضافات حتعجبكم بزاف. وروحوا دوك هنا باه نعسلوا الحبات تاعنا. طريقة التعسيل راهي سهلة خلاص، كل ما تحتاجوا كمية العسل. العسل تاعكم أنا هنا العسل تاعي دفيته شوية برك، ما تزيدوا له حتى أي إضافات، وعسلوا الحبات تاعكم، عسلوا الكمية اللي تحبوها واللي تفضلوها واللي حتاكلوها في الفترة هذيك. أنا ما نفضلش بما أني مش حناكل كمية بكل، ما تعسلوهاش بكل، لانه الخبز يابس تلقاوه يمتص العسل بسرعه. كيما هنا حطيت برك الحبات تاعي في العسل وحكمت كيما تشوفوا معايا قطرتهم، وهنا حكمت مرغتهم في جلجلانيه عندي محمصه. الجلجلانيه تزيد تعطي ذوق روعه للخبز. كيما تشوفوا معايا حبيباتي راهي وصفه سهله وسريعه، جربوها باذن الله مش حتندموا. راهي اروع من الوصفات، تلقاوها سهله بزاف وتقدروا تحضروا منها كميه كبيره. جربوها حبيباتي بالطريقه هذه باذن الله حتعجبكم، ونلتقوا بإذن الله في وصفة قادمة.